شوفوا البطل ايهومه كيف رح ياكل. يلا ماما. لا تعذبني. يلا. رد على شوف. ماما هاي فيها شوكليت. ما في شيء. شوكليت. مع الشوكولاته مشان تروح تطعم. انت عن جديد صار كمان تقرف من المكسرات؟ لا. لا انت بتحبهم ماما. صح؟ لا امينه لا. مو بالوش مو بالوش. هذا خفيف ما عنده. لا خلينا على هذا الوش. تعمل هون القديم كله جلط. ايوه هون خلينا على الناعم. لك امبارح انتم على الخلاط. لا هذا جديد. طلعوا القديم شلون؟ شوفوا ايش بلونه؟ لا ما تعمليه بالخشن. قالت لي عم تقلي خفيف. لا ابدا. لانه هيك عرفت شلون؟ ايوه يا عيني عليكي. ما قلت بالكاميرا. ايوه هيك ما بيتجرح. انت بتحسيه خفيف بس هذا بيتجرح. يلا ميرا على سنتي. رجعت عبت لها. لا ما رح تقدر تخلص الوحده الثانيه. عبت لها اجضاب هي. والله يا قلبي مو بس مزارية امك، مزارية الاجداد كلياتهم. ستي الله يرحمها وقالت لا المزارية لازم يكون فيها هدول. اذا ما كان فيها هدول يعني معناته في شيء غلط. عرفتوا؟ لازم يكونوا موجودين. هلا رح بلش. حطيت الفروج انه بدرة كمان يدوب له شوي. ما كترت عليه لانه بدي بلش بالطبخة. كثير مشتية على الكبسة. صار من هيك ما عملناها. كبسة فروج بتعرفوا لازم بالشهر كل شي مرة نطبخها. انه ما نطبخها مستحيل. خليني نفككن عن بعض. وهيك هلا امبارحة حطيت لكم شيء انه هيك بضحك. حطيت لكم يمكن عبارة بس كان بدي اقفلها بفيديو وخفيته. فيديو كثير حلو معبر يعني. فبلكي اليوم شوفي كمان. ما في بدي احط لهم اجباري. انا وكيف هلا بقضيها على هي لعبة هاد وهذا بده يحضر هذا على التي في وهذا ما بعرف شو. حال الامهات بشكل يومي. مستحيل الاولاد ما يتخانقوا على التي في. وانا بدي احضر هاد وانت ما بدك تحضر هيك. رح اعمل كبسة فروج اليوم. انتو شو طابخين؟ انتو ولا شو؟ هاي الاكلة الاولاد بيحبوها. كل الاولاد بيحبوها عند البيت. انا ما بحب تنظيف الفروج فيها. تعال ننظف هلا كل وحدة. لا والله ما كتير وسخين عادي. عندي بس هيك بدي اشيله. بس بنهاية عم بيجي شوية ريش رح شيله. وهون كمان بالنص. شو عم يتخانقوا يا أمينة؟ على التي في. سمعتوا؟ على التي في. نعم. طبعا رح شارككم كل الطبخة. ما شارككم طبخة يعني. طبخ الأرض تسمع صوت. لا حط أول شيء تلويق كالعادة. هذا ريتشو مثل ما حكى. استنى خطوة زيادة. أنا بخليه يتقلب كالعادة. نعم. بصلتين. بصلة بس من البصلة. والأوقات وعندنا كمان الهيل. وهذا البهار الحلو حب. والقرفة. سألوني على البهار الحلو كثير انتو. هذا الحب كثير بيستحضروه بالفروج واللحمة. هلا عم يتركن بيتقلوا. بعدين نضيف عليهم المي السخنة. لا تسألونا على الضجيج لأنه هذا ريتشو بس عم يحكي على اللعب. بس عم يحكي على اللعب. هذا الكيك بيعلق بالسنين يفضع عينه. تصيروا سنينك سود. وين العالم؟ المطبخ فاضي ما في حدا. وينك ست الحسن؟ يا حبيبتي ليش مالك بالمطبخ ست راسي؟ مالك ناوي تعملي لنا شيء؟ لا بس اسكر الباب. ايوه يعني حاطه براسك انه بدنا تعملي شيء. مو هيك؟ عم بقول انا ما معقول يعني. امبارحه عزلنا الثلاجه كانت عزمتنا على الغداء امبارحه. فاليوم ما بعرف وين بدنا ننعزم. لازم نحن نعمل كبسة. بدك تسوي كبسه؟ هي يا سيدي. انت معك كله شوكولا. مع حبيبتي هذا الكيك كثير بهذا. مو بهار هيك بيعلق بين شو اسمه خلبط.
فرجي اسناني هلا ما بتركهم هيك. شو ما يطفي التي في بيقعدوا هنيك. سراء يا سراء، اكلتها بدون ما اطعميك، لانه لبين ما ياكل قطعه بكون اكل 5 قطع. وين ورجيني ايش مطالعه؟ يا اساعدك؟ لا. شلون لا؟ ما بصير يعني خليني اساعدك. ايش بدك تساعدني؟ يعني بنطبخ سوا، يعني فقره حلوه ما حلوه؟ بدك تقلي الفروج؟ شوفي هي الحبه ماي شو هيك راحت مش الحال. كانت معلمه هون. اذا بدك تساعدني حط الماريون تحت. ما في شيء. يا عيني عليك، وين مريون؟ ما في شيء يعني تساعدني فيه بس هيك مشاركه يعني. طيب. وين هو؟ نفسي لحاله بكفي. يا عم خليك تعرف تطبخ. ليش يا حبة الجوف؟ لك ابني بالي عم تتكهرب، انا فكرت حدا ضحشته في شيء الكهرباء في خاصرته خليها ببطنه. تعرف تطبخ، ما بتخليها تخلص لنص الليل ما بتخلص اذا انت بالمطبخ. لاني ما شاء الله كنت ضربك الجوع، ايش عم ترضع كنت؟ لاني ما شاء الله ما بتوقف قرر. لا بابا عيب عليك، طلع لفوق مشان ما قلتش كفينا مشان ما الكفين هذول بخليه. قلت لك قلم اصغر قلم بالعالم. يا عيني عليكم يا عيني. ابني ما تفلتوا، حتى هي بالاخير شوفها هي بتشيلها. هاي اسحبها. هلا بشيل هاي. ايوه شيلها هيك هيك. ها اوكي كده ايه لبين ما يدوب على الاخر. هاي بنجيب السكينه اقتصادي الولد. اذا ما انبرى بالراي ما راح ينبري هو. بنجيب السكينه من هيك. ايش بدك انت؟ خلص عم تعرف تتصرف، برافو عليك، بس بده بري. ها ما شاء الله عليكم، شو قد دريسي ما برح لكم نقلات. ايه هذا من المدرسه. ليش صوت المسكن طالع الصبح؟ ممكن تخبرني؟ فقت على نغمه انا، فقت على ايقاعات انا، شلون يعني ايش كنتوا عم تساووا له؟ خلص عندي. في عقوبات مبين، في كثير عقوبات. ايه انا على الهمزه. على الهمزه؟ ايه عندي 21 صفحه، يعني هن ما من صفحه. ايوه هن الكلمات صفحه، كل كلمه ايه. والله يا ابني شوفوا، انا هاي السنه كان لازم بس من شان اللغه العربيه حطهم بمعهد تعليم القرآن، فاخترنا انه المس تستلمون هونيك. كان قال لك تعرف ايش شو؟ هي من شان الهمزه كان فرق لك اياها فرقه صارت هيك لونها، وهيك قدها وهيك لونها احمر. وهي من شان التنوين كان فرق لك ادنك كل فرقه. والله والله العم ابوي حطني كانوا يرفعونا فلقه نحن شو اسمه، والله ناكل فلقه جرينا والله ايام يحطنا بالتعليم. اتركوني اطبخ طلعوا. والله العظيم ناكل قتل شو اسمه مساجد تعليم معاهد تعليم القرآن هذيك الايام. والله ما في مزح معه الشيخ، بس يدخل الشيخ طب القلم بتسمع صوته. والله لما تدخل معنا بالمدرسه ما لا ابني انت ما شفت شعور الشيخ. ابوي بالصيفيه بالصيفيه يمسكني هيك من اذني يا حسون. يلا فكر تلعب بالشارع. يلا انت باي صف صرت بتعرف تقرا؟ انا بقلب الصف الاول. بابا انا صف ثاني. نفسي مثلي صف ثاني كنت بابا بقرا بالقران وبقرا في التشكيل وكل شيء بعرفه الا التجويد، ما يعني عندي فكره عنه بس مالي. انت ايش بك؟ ليش مصفر لك ابني؟ هذا ركسي من وين؟ ايش بقول لك ابن ال60 ايش اسمه؟ ايش بده؟ شو بده؟ ما بصير ولا هذا لاختك قضيها كل نهار على كنه اهدى. فانا اذا بدي احطه بمعهد تبع هذا تعليم القرآن ما راح يعلموه انجليزي، بدهم يختصوا فيه بس للعربي. فاخترت انه هاي السنه المس تكون موجوده لانه عم تعطيهم الانجليزي والعربي، ما بمشي الحال. يعني هونيك ما راح يعلموا غير لغه، يعني اكيد القرآن عربي. فقلت خلص خلي المس هاي بس قربوا يخلصوا. مشي حال تنسوا لسه الهمزه والطمزه. احمد اللي بينسى الهمزه. مين انت ايش عم ينسى؟ لا انا ما بنسى. ما عم تنسى شيء؟ التنوين هذا مو؟ شو رايك الون لك موديلك؟ بابا ابني عم بدفع مصاري لك ابني يتعلم يعني لنا 6 ايام تبدا المدرسه. بابا ليش لازم تدخل على المدرسه، لازم ضروري اي همزه هذا لازم يدخل على المدرسه. الانجليش والعربي يكون مريحني. رح اكشفك بما انك بتعرف انجليزي ليش ما انت بتدرسنا؟ ليش ما انت بتدرسنا؟ ايه انا بابا معك شيء معناتها مين شلون بدنا نجيب اكل شلون بدنا نطبخ شلون ما عم نشتغل لك يا ابني عم بشتغل انا عم بتعب. هلا طلع صار عنا شيء. طلع اخترعوا لأي
لا ابني ما بدي اخربط عليكم، انتوا والمس متفقين بشيء واجي انا، مزبوط ولا لا ست راسي؟ قولها ايش شو هاي؟ لا سيدي قولها انت لاشوفك اذا خلي يلا قول ونجيب لك تعرفه. جايين تربوني؟ جايين تربوني انتوا؟ ايش يعني؟ اسمعوا ما اعرف شو هيك بعدهم جنب المطبخ؟ هاي اسهل شيء بتخليك تنام. هذا الشيء يقبشني المرأة النشيطة اللي بتقوم من الصبح على مطبخ وبتطبخ وبتشتغل بكل شيء. يوم اللي ما بتطبخي ما بحبك بصراحة. يوم اللي بتطبخي بحبك. امبارحة ما حبيتها؟ امبارحة نصحب لأنه في شوية كباب وشوية هي نصحب. ماما طبخت كل اللي طبخته امبارحة. ومبارحة كاستي كوتين نسيتها؟ حبيبتي أنا كنت عم بشارك ليش ما معك. استنيتنا؟ ما نايمين كنتوا ابني؟ استنانا لثاني يوم. عادي. شربتوا وقمتوا لقيتوا في كوكتيل ولا لا؟ لا انا. شلون؟ لكن ست راسي لكن في طبخة دسمة. شلون لكن؟ فروج جابت لي فروج. خلص حبيبتي يعني بدك تعملي هي الكبسة برياني شو ما فهمت؟ لا كبسة اللبابة عادي. كبسة عادية يعني ما بدك تدخنية تحطي بقلبها فحمة وزيت وهي؟ بدك مدخنة؟ ايه مدخن اطيب مو من اطيب سالي انا عم بقولوا لي كلهم اطيب. مدخن. دخنية شغلي سيجارة حطيها في قلبك. بس قليل الفحمة بتنحط فوق هاي بتتغطى لشغلة 5 دقائق بيطعم الرز بيعطي نكهة كثير طيبة. هلا ننوشة قال عم تشيل الزنخة. ايه مو عم تقليه بتشيل يعني حيطة معهم قرفة وبصل وهاي مشان ايه؟ مشان يحمى مع الفروجة الطلق؟ لا حيطة مع الفروجة مشان تروح الزنخة حيطة القرفة. ايه ما بحكي شيء انا. يا سلام عليكي الله لا يحرمني جمالك. طيب لازمك شيء غراض بدك شيء؟ لا ما بتوقع بدي اكرم من دور بصل كثير. يعني اليوم في طبخة بدون تكاليف بدون ما تروح تجيب في عندي كل شيء بدي ايش بدنا نجيب؟ لكن اوعى بلا بدي لبن. شلون بدك لبن هذا ايش شو هذا؟ لا ما بدي الغنم. شلون يعني ما بدك الغنم؟ بعملها بغنم لنا. بعملها بالغنم هلا. تتركي لبن الغنم وتروحها. بدنا بس لبن. بدي بس لبن هون. هاي شغلته بسيطة من هون. بس بنجيب اللبن خلص ماشي. 2 كيلو فروج. وين مريول؟ اعطيني البس المريول يا بنت الحلال، اعطيني البس المريول اساعدك والله. بحرك انا بشتغل. هاتي ست راسي هاتي. اذا جوزك المستقبل اذا ما كنت متزوجه اذا ما كان بيدخل هيك عرفي اذا ما بيدخل معك على المطبخ ما ست بيت محترمه. لازم يدخل معك على المطبخ حبيبي عفوا. شو دخل ست بيت محترمه؟ اوه اسف والله العظيم ما توقعت هيك. انفي اي عيني ضرب هون بعدين طحني والله اسف والله ما خلص اربطي. هون شكلت كف عم بعمل هيك ماني خبر. هون عن النظر على الشاشه غير على الواقع. طلع وجهها اقرب من الشاشه. دير بس المرآة تورجيك ما بتشوفوا ايش بكتبوا لكم على المراية تبع السيارة. شلون الاجسام ما بعرف ايش فهيك صار معي. شقيت المريول على فكره. ليش؟ ما دقرته والله ما دقرته. يا علي ما عملت له شيء. هذا تنطح هذا. يلا المي اسخنها ولا ما في داعي؟ مسخنه يلا ها. ايه والله سخنه مبينه. يا عيني عليك يا نني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ من هالظالم الابن الحرام هذا. يلا جا عبيها وحط لي مي سخنها. عبيها كمان؟ ايه يلا ست راسي. خلي يصير فروج. نعبيها نحن بنعبيها. تفضل يا حبيبي. طعميني لوز الصبح. لازمني. ايه عبوح حكي لي تمي لانه حنكي بيزعل. لا بيصيبوا كسل. اسمعوا سمعانين انتوا بالكسل. فهذا زعتون عم يتحرك مشان نضل نشيط. شغلي وين؟ اشتغل اوكي. برافو عليك. ايش نعمل الخطوة الثالثة؟ الثانية الخامسة؟ ايش بدك؟ ايش اعمل؟ لا انا بالمطبخ بحب هيك انا حرك مثل امي هيك تفتح فتح. يا ماي خلي لي امك انا. بس هيك؟ هدول لازم ناخذهم ضروري. جيبي الكفالة تبعهم لاخذهم. السيارة 2 خربانين. واحد خلصت كفالته، تقولوا معيرة خلصت السنة كفالته سنة. لا عندنا خلصت السنة انتزع اخو الحفيان. سنة وشوي عندنا.
لك عم بقول لهم عند خبزة السنة انتزعت تقولي متكس وهاد لسه كفالته ماشي بس اعطيني الورقة ابعث الغداء ناكل ومنسير خلينا ندورنا على شي ثلاجة كبيرة جاية عمي ما بصير بدي هلا هن حكيت مع ماما بدي اجيبها باب واحد خلص عنا فريزر هاي لانه هاي اول كنا يعني عائلة صغيرة البراد فاشو معلش انتم عادي يعني اهل البيت رح فرجيكم كيف فايت الامور فايت طلعوا يعني فيه حامض حلو لفه بس بده ما في ايدكم مكان طلعوا ما ضل عرفتوا؟ فقلت لها ريت شو ضروري عن جد اني ما بتستاهل هاي هلا طبخت بنجيبوا باب واحد عرفتوا؟ ايه اهم شيء اعطيني اقيسه هون متر اقيسه قبل مشان اشوف هنيك بيوسع هون مرونا قياس امي لك ايش بدك بالشبر يا اخي قياس امي في متر قاعد يقيسوا بالشبر بنقيسه بنجيبه باب واحد كله ثلاجه ما له فريزر ما رح اجيب فريزر عندنا فريزر هون خلص على فكره رغم انه عندنا فريزر ثاني بس ما شاء الله انه ما لا حبيبتي ما بعرف بتظبطي امورك على اساس هذيك الفريزر هون ما ثلاجه انت ما بتجيب لي زياده ما بقول لك جيب لي هالقد بتجيب لي هالقد مو بتجيب لي على كيفك طب بتزود ايش رايك اجيب وحده كمان فريزر ثانيه ودا حطها عندنا فوق غرفه النوم اذا بدك لا اذا بتحبي يعني انا عم بحكي عرفتي؟ يعني بنجرب بنجيبها هلا سؤال اذا جبت ثلاجه هي وين اروح فيها؟ صحيح هي وين خليها خلص مشي الحال شغلي فيها بس الفريزر لا تستخدمي هذا ما له داعي والله يا اخي ما بعرف شلون انسى يا بنرتبها اما خليها خبز وخضره يعني فواكه وكذا عرفت؟ ايه بس ما تخليه هون يعني الثلاجه هذيك حطيها اكيد ما رح اخليه هون مزبوط كلامك خبز خضره كذا فواكه خليه خاص شو اسمه عن جد؟ نعم فريزر وثلاجه ايش في؟ وحوش والله نحن لو عايشين باوروبا هلا انا بدخلوا الاجانب بالنرويج امي عزمت شو اسمه نراوجه يعني بالنرويج عندها هونيك وقت كانت تروح على المدرسه وهي اجوا عزمتهم في تقريبا عندها نفس هيك طاوله مثلا فتحتها هيك شايفين إيه. مثل هاي الكبه 5 انواع الكبه المبرومه على الكبه المقليه على الكبه بدراويش على الكبه 5 انواع السلطات 3-4 انواع التبوله ما بعرف ايش مهم الطاوله كلها هاي هيك قامت اللي دخلوا امي فكرتهم نظره اعجاب لا هن عم ينزلوا مصدومين مين بده ياكل هالاكل قالت لهم يعني انه نحن هيك بعاداتنا وكذا بالعزايم او حتى يعني هي سفر مثلا برمضان بتصير يعني سفره اخي عليها القيمه سفره عليها القيمه عرفتي؟ ايه ما عم نحكي شيء حبيبتي انا عم اقصر لا والله ما عم بتقصري والله لا بتقصري ولا بتطولي انت المهم شرقت عينه الحمد لله قالت لي معناتها لو فتحت لهم الثلاجه كان اغمى عليهم بيمونوا عنا بتفرز امي وينكم من البامي للشوكي ما بعرف ايه بتفرز بقلب الثلاجه يا اخي بتعرف انا بدي فرز بدي فريزتين ثانيين والله بلا مزح بدي ابسط هلا انا بفرزه يعني بدخلوا العالم بلاقوا ثلاجه وفريزر هن ايش بجيبوا؟ ثلاجه تبع مكتب بحطوها العالي لا حتى لو جابوا الكبيره بجيبوا ناجت بجيبوا فواكه ايه اكلاتهم صحونهم يعني هيك بالمطاعم انا ما بسافر على اوروبا انا ما بروح انا خلوني في الدول العربيه اخي انا اذا ما هيك منسى هيك شرق قدامي كل كم يوم انا ما بحسن بابا ان شاء الله حكيت مع ماما وهيك ان شاء الله بكثير يومين بيطلعوه يعني اليوم ان شاء الله الدكتور بس عم بستنوه لا مش حال ايه عليك يا عمي لروح اطلع معناتها فينا نخرجه لا ليش لا بس يومين انا بدي اروح بركي صار له 14 يوم الزلمه بالمستشفى هلا نحن بس نروح بنحاول بركي بنخرجه يا اليوم يا بكره لا بكره بنطلعه خلص امور شالوا له المفجر الحمد لله رب العالمين اموره تمام واشيو كمان نتيجه التحليل اللي صار فيها 10 ايام بدي يشوفوا اذا بحاجه ليعطوه كيماوي ولا لا بس حاليا عم بيقولوا لا حاليا ما ببين للتحليل ان شاء الله لا ان شاء الله لا لانه والله الم الكيماوي الم هذا ان شاء الله انه ما رح ياخذ بس للاحتياط رح يستنوا النتيجه ما بعدي معكم بكره ها بشوف ماشي انا بدي اعمل تعزيل للغرفه ايش بدك اعملي انا وانتوا عندنا شغل مين اي والله لازم ناخذهم والله عن جد والله ما عندي مكان بالبيت ما بعرف بدي اروح للاغراض اللي عندي ماشي خلص ابكي قولوا لها تبكي ابكي بدي مستودع
مستودع ايش؟ حط فيه الاغراض برا؟ ايه ما شرط الداعي. بس المشكله المستودعات هذول يعني ممكن تدخل عليه فاره ممكن كذا يعني ما بعرف. لا بيكون محكم الاغلاق بيكون كل شيء. لا كله مدروس. ما بصير تدخل. شو تدخل فاره يبعث لها حمى. الحراره شلون بدي احط لهم كيف؟ حراره جواتهم. بحط مكيف ان شاء الله. ما بعرف كمان بدهم مكيف. ما بعرف يعني صار في عندي فرش في عندي ثياب في عندي كثير قصص يعني انا هذا الجيم لو تلغي لي اياه بكون ممنوتك. الجيم؟ ايه حطوني على هالغرفه. الله يخرب بيت عدو. ايه الغرفه بتعرف شو بتطب لي اغراض؟ هالغرفه الموقع جبتها